السلام عليكم، تحية لجميع المشاهدين الكرام اللي كيتابعونا عبر صفحة التواصل الاجتماعي. نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات. كما كتشوفوا دابا حاليا أنا موجود في هذا الواد هذا ديال الخميس اللي أنه هضرنا عليه واللي عملنا عليه المنشور. وهذا الواد هذا اللي كيربط 3 ديال الدواور، أنه كيربط أيشكم أقرباون تواريشت، وانه هاد الطريق هذه اللي كيسلكوا منها هاد الساكنه هذه. ومع العلم انه كاين في هذا المركز هذا كاين انه تلامذ اللي كيقراو هنايا واللي كيتنقلوا في النقل المدرسي وشوفوا على حاله كارثيه ديال الطريق. فشوفوا عباد الله، فشوف حنا في القرن 21 وشوف الطريق كيفاش بقى عندنا. فين هما المسؤولين؟ فين هما الممثلين؟ فين هما اعضاء ده الجماعه ده الدواور هادم؟ لانه عرفتي خداو الاصوات ومشاو ينعسوا، فما كنفكروش في هاد الساكنه هادي وفي هاد الاطفال ديال المدرسه. فشوف الواد، شوف الواد كبير. رساله ديالي انه كنتمنى توصل للسيد عامل اقليم شفشاون. السيد العامل، انا كنت واجد حاليا دابا هنا في هذا الواد ديال الخميس، انه اللي بغينا انه القنطره تكون هنايا، بغيناك انه الله يجازيك بخير تعمل واحد وقفه، انه واحد زياره لهذا المكان هذا وتشوف بعينك. لان علاش الساكنه هنايا كتعاني بزاف الايامات ديال الشتاء. فتصور انه التلميذ غيجيب بوحديته ويقطع الواد، فهذا ما يمكنش، وراه 3 ديال الدواور اللي انهم الاطفال ديالهم والتلامذ ديالهم كاملين كيلتحقوا بالمؤسسات هنا الاعداديه والثانوي والابتدائي. فكيف يعقل انه التلميذ غيجي ويقطع هذا الواد هذا؟ فبغيت الرساله ديالي توصل للسيد عامل اقليم شفشاون. فتحيه لجميع المشاهدين الكرام، تحيه عاليه.